توقفت في المسجد بين العشاءين، عسى أن أجد لأخي أثرا أو أسمع خبرا، وتمليت بيت الله فلم أجد إلا الفراغ. كانت تلك اللحظة القطيعة مع كل موروثي، كما لو أني أودعه. لم أشعر بشيء يملأ ذلك المكان أو يختصه بشيء. ورجعت على عقبي، خبطت العشواء وسط الغابة مشيا وأنا أعتمد عصا. ثم عدت ولم أجد لأخي أثرا. كنت أرمق السماء، كانت دكناء ولم يكن من نور ينبعث منها. كان الفراغ، وهل يرضي السماء هذا الذي نبلو؟ إن كانت السماء تعي هذا العناء فكيف لا تحنو على هذه القلوب المنفطرة؟ أم نحن من ملأناها من أسانا وتوهماتنا؟ كانت الحياة تقتطع مني أخي الذي درجت أنا وإياه، أخي الذي شاركته خطرات الصبا وغدارة العمر في تلك الواحة من واحة زيز قصر السوق. كنا نصلي كلينا ونتنافس في الصيام كلينا رغم صغر سننا. كنا نتردد على كتاب مسجد بوتلمين. كنا وعصفت الحياة بذلك كله. إن كانت السماء لا تسمعنا فلكم هي عبث الحياة. وهل نواجه صروفها برفع أبصارنا إلى السماء؟ أفلا نضل إذ ذاك؟ وجدت في أوراقي قصيدة بعنوان ساعة المغيب من شرفة الشقة، تؤرخ لهذه الفترة بتاريخ فبراير 1982. أنقلها على علاتها: الشمس ترقص ساعة المغيب، والناس بين صحو ولغوب، قد سكنوا إلا من لهوجة الحبيب، والقرص لا زال رويدا يغور في الأفق القريب، ودخان من شفتي ينساب كذكريات التائهة أو كالسحاب. أرمق هؤلاء الرائحين عند الأصيل قاصدين بيوتهم حيث الهناء، وقد أذن المؤذن للصلاة، وفتى يتأبط كتاب. غدارة العمر ومرح الشباب يغد السير في لقاء الأمل، أو غانية ساعة جدل. وعلى مرمى العين غير بعيد غلمان يمرحون يضحكون، كركراتهم تبعث الهناء تهزأ من دماء الشفق والمغيب. وآخرون عند مقهى الحي يصخبون يرعدون ويزبدون. ما البدء ما الختام؟ شطحات لا تهدي السبيل. وأنادي الماضي غير البعيد. صحبت أحبة إلى المثوى السحيق، رأيت الترب يحتى بلا قرار. سألت النفس: أفلا يرجعون؟ أفلا ينسخون؟ أفلا نلتقي؟ أفلا يهزم بطش المنون؟ قد تحجر الفؤاد فلا يلين، واستعصى الدمع فلا يبين، وغلقت السماء الأبواب فلا مجيب ولا معين. من لي بأيام الرائحات صبيا أخشع للصلاة؟ أي هجودي وقيامي؟ أين ندري وابتتالي؟ أكل ذلك يغدو سدى؟ أكذا ألقى وحيدا بلا رفيق؟ الشفق الأحمر في المغيب يوم مدرج يموت.